بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم حديث هام وبسيط عن الجواز في مصر والوطن العربي. الجواز في مصر والوطن العربي في وقتنا المعاصر يعيش في أيام تكاد تكون أيام سعيدة وأيام حزينة، نظرا لوجود أشياء في الماضي ترتكب الآن بطريقة جديدة، ولكن وفق نظم أوروبية تتناسى الشرقية وتتناسى الدين الإسلامي وتتظاهر بالدين، ولكنها بعيدة كل البعد عن الإسلام، لأن الإسلام كان كالقرآن قال: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. إذن فرغت مفهوم الزواج من وجعلنا بينكم مودة ورحمة على أرض الواقع، والذي يتكلم في هذا الموضوع يصبح غير سليم وغير واقعي، وتزداد المسافة تباعا ويعيش كل الناس على أهوائهم، فلا الذين يعيشون ولا منهم الرجال والنساء إلى المظهرية. وفرغت هذا الموضوع وأصبح النساء لا يتزوجون والرجال لا يتزوجون والشباب لا يفكرون والبنات لا يفكرون إلا في الحصول على وظيفة مرموقة والوصول إلى أعلى المناصب، وتباعا إن جاء الجواز أهلا وسهلا، إن لم يأتي فلا بد منه، لا يمكن منه أو لا يكون. هذه هي الطبيعة العربية في الوطن العربي، صريحة واضحة. الأسباب التي أدت إلى ذلك هو النظرة إلى الغرب في أوروبا وأمريكا والبعد عن المسائل العربية نهائيا، إلا النظر إلى المادة الطاغية المدمرة التي لم تكن متوفرة إلا للذين يملكونها، فأصبحوا يشترون النساء صغيرات والرجال كبارا وكهول. وكل هذا أصبحت المرأة كسلعة طبيعية كالثلاجة والبوتاجاز، وهي تريد ذلك من أجل أن تتمتع بالمال وبالجنس وبالسلطان وبالسيارة وبالقصر. والرجل يتمتع بالمرأة من أجل الشهوة والبعد عن الناحية الحقيقية وهي مودة والرحمة، والمرأة تطغى وتستمر في طغيانها لأنها تعطي الرجل ما يريد. وأصبحت المسألة عملية بيع وشراء، حقيقة واقعية تستلزم رواية ربما تكون قادمة إن شاء الله، لن أذكر مضمونها لأنها على أرض الواقع حقيقية، وليس هذا إهدارا للمرأة أو إهدارا لمقومات الرجل من المال. فالمودة والرحمة فقدت بل انتهت فعليا إلا ما رحم ربي. وقد يتلقى المستمع أو المتابع هذا الكلام بالإهمال وبعدم الاكتراث، لأنه خلاص أصبح يسعى إلى ما يريده من إنترنت وتبادل شاتنج، وأصبح السوشيال ميديا عدوا للوطن العربي، وهذا خطأ كبير. السوشيال ميديا هي وسيلة للتفاهم، ولكن الآباء والأمهات منذ الصغر يعطون الأولاد التليفونات ليلعبوا بها ويغارون من بعضهم البعض الأولاد، فيضغطون على الآباء والأمهات، فأصبحوا الآباء والأمهات سلعة في أيدي الأبناء، ولا قيمة لهم سوى إرضائهم، ولا يحملونهم المسؤولية إلا بالقليل تحت ضغط عصبي شديد للآباء والأمهات. ذهب الموضوع وعاد إلى تجارة ولا شطارة.
يذهب الكثيرين للزواج ويتزوجون ويطلقون، وفي الوطن العربي يمتنعون، يعيشون حياتهم مع الأغاني كعمرو دياب والشيرين ومحمد فؤاد ومحمد حماقي وولاد المهرجانات اللي هم عايشين في الجنون، لأن هم بيعملوا أعمال تافهة وساقطة، وكل الناس لن تلتفت ولن يلتفتوا، لأن احنا دلوقتي في زمن الرفاهية والانطلاق واللامعقول والأفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي، والذي لا يعترف بالأفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي يعتبر جاهلا، والذين يتفرجون على ذلك هم سعداء ومبسوطون بذهاب العقول وضياع عقولهم. هم يريدون ذلك والاستمرار عليه سعادة وفرح ونوم وأكل وشرب وشيبسي وهمبرجر وكل شيء، كل عايش على هواه. وإن اضمحلال الأمة العربية زاد، وانحدارها وانهيارها ونهايتها، لأن في عوامل أدت لذلك معروفة للجميع. إن الاستعمار خرج من الدول العربية لكن هو موجود فعليا ويسيطر عليه من خلال عملائه الموجودين الاقتصاديين اللي هم عارفين ازاي يدوروا الدول العربية وبيقوموا لمصالحهم الشخصية وينعموا هم واتباعهم. ده أمر مفروغ منه ومعروف للجميع. بقى الجواز طبعا مش مسألة شهوة، هي شهوة وعفاف عند كل الناس طبيعي، لكن الرجل بقى يطلع شهوته في أغنية، يطلع شهوته في رياضة، يطلع شهوته في عمل، يطلع شهوته في البحث عن الفتيات، المعاملة معهم بدون جواز، وهكذا البنات والسيدات. للأسف يوجد بعض المتزوجات من باب التجديد، ده خطأ طبيعي، لكن الناس ماشية في نظام إن هي عيش حياتك وملكش دعوة بحد، واللي عايز يعيش يعيش واللي مش عايز يعيش براحته، مالكش دعوة بالكلام ده خالص، ما تتكلمش، خلي الناس تعيش، انت حر، اللي عايز تعمله اعمله واللي عايز تعملوش تعملوش وانت ومزاجك. فطبعا ظهر بعد كده امور كتير، منها امور معروفة للجميع بدون ذكرها، عشان انا اذا اتكلمت فيها هتكلم بوضوح وهم مش هيفهموا، لانهم مش عايزين يفهموا، لان هم غير قابلين للتفاهم، لان هم عايشين في غيبوبة وعايشين في اكتساب المال، والمال خدوه وبياخدوه وهياخدوه وهيبسطوا اكتر واكتر واكتر واكتر، لكن ممكن يعني المال ما بينفعش الا الاكل والشرب، انما للصحة الصحة بتنتهي وكل هذا بينتهي. اذا الجواز كمشروع تجارة ولا شطارة اصبح مرحلة يأس بالنسبة للوطن العربي كله، لان كله عايز يعيش، مش لاقي الراجل الست اللي هي تعتمد عليها، ولا الست لاقي الراجل اللي هو بمزاجها، بقت العملية كلها فرجة. طبعا الناس تستغرب الموضوع بيتكلم ليه، ده على الخلق الخالق عادي، ده على الخلق الخالق، واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، ربنا هو اللي بيحيي وهو بيموت، لكن أوضاع بتزداد سوء وانحدار وانهيار، وكله عايش بمزاجه فيعيش، كل واحد هيتحاسب على كل حاجة بيعملها في معاملاته، في عمله، في حياته، في كل شيء. طبعا تجارة ولا شطارة هو ده شعار المرحلة في كل الدول العربية، اللي متجوز اتجوز وعايش، واللي متجوز ما اتجوزش، ولكن اللي متجوز عايش بالعافية، لأن هو مش قادر إن هو يسيطر على البيت بالعقل ولا بالتفاهم ولا أي حاجة إلا على فترات، واللي ما اتجوزش ما عندوش أمل، لأن هو مش واثق في واحدة، ولا واحدة عايزة اللي على مزاجها، واللي على مزاجها مش لاقياه، فبقت العملية تسالي، كله عايش بقى مع الأغاني وعايش مع دماغه، نسي بقى الوازع الديني إلا شكليا وظاهريا. أصبحت المسألة إن هي إيه، خلاص إن أنا برضي نفسي على جنب وارضي نفسي بمزاجي ومع أصحابي مع صحباتي، كل دوت أدى إلى انهيار المجتمع الأسري والمجتمعي اللي هو في الوطن العربي كله. حله الوحيد إن إحنا نهدئ الطباع ونتعامل بعقل وتروي، ومفيش حد عايز يتعامل. إذا استمر الموضوع هكذا وهيكثر
طبيعي المغالطات